قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي أنه سمع من بعض الوزراء أن تعديل الحكومي قريب، ولكن زاد أنه ما عندوش معلومات دقيقة على هذا الموضوع، وأي حاجة غيديروها غادي يقبل بها. وهبي اللي كان كيهضر في مقابلة مع قناة ميدي ان تيفي صرح أنه كيشوف راسو بعيد على الأغلبية الحكومية، وعلاقته الوحيدة هي مع أخنوش، حيت كيناقشوا مواضيع ما عندهاش علاقة بالأغلبية بل بوزارته. وبالنسبة لحزبه الأصالة والمعاصرة، عرج وهبي على الأزمة اللي وقعت في قيادة الحزب بعد ما قرر المكتب السياسي تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي بسبب شكايات ضده، واعتبر أنه ماشي بحال بعض الأحزاب الأخرى وأي حاجة كتحصل فيه كيعرفوها الناس. وهبي أكد أن أبو الغالي غادي يتساءل في اجتماع ديال المجلس الوطني، لكن قال أن الحزب ديالو ماشي محكمة تفتيش، حيت كينسأل على كيفاش كيوصلوا أفراد عندهم الملفات مشبوهة لمراكز القرار. من جهة أخرى، وهبي تكلم على علاقة ديالو مع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران، ووصفها بأنها سيئة، ولكن أكد أن العلاقة ديالو بباقي الأعضاء مزيانة. وهبي استغرب من كون أن ابن كيران كيقلب على الشتيمة ديال وهبي والإهانة ديالو يوميا، وقال أنه كان باغي الحزب يحتفظ بالمكانة ديالو، والعثماني كان كيخدم مصلحة الدولة، وعبر على الاستغراب ديالو من تصرفات بن كيران، وسول شكون اللي باغي يبتزو. كما انتقد وزير العدل الحالي سلفه مصطفى الرميد بسبب تصريحاته المتكررة حول المشاريع المتعلقة بالقانون الجنائي. وقال الرميد ما قدرش يقطع الحبل السري بوزارة العدل، ووزراء آخرين بحال محمد أوجار كيلتزموا بواجب التحفظ، ولكن هو ما دارش بحالهم، وأنا غادي نبقى ملتزم بواجب التحفظ من الجانب ديالي. هذا على القول ديال وهبي. فبالنسبة للتحليل السياسي ديالي كقناة أطروحة، كنقول على أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي كيعكس حالة من الارتباك والضبابية داخل الحكومة والأحزاب السياسية في المغرب. فحديثه عن قرب إجراء تعديل حكومي دون توفره على معلومات دقيقة كيطرح تساؤلات حول استقرار الحكومة وقدرتها على التكيف مع التحديات السياسية. كما أن إشارة وهبي إلى وضع مسافة بينه وبين الأغلبية الحكومية تكشف عن انقسامات داخلية قد تؤثر على فعالية العمل الحكومي. بالإضافة إلى ذلك تتجلى مشاكل تنظيمية داخل حزب الأصالة والمعاصرة، خاصة فيما يتعلق بتجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي، مما يدل على عدم تماسك القيادة. ورغم التأكيدات بأن الجرار ليس زاوية، فإن تكرار الأزمات ينذر بعدم استقرار الحزب. وعلى ذلك انتقاده لابن كيران وسلفه الرميد يكشف عن صراعات شخصية قد تؤثر على أداء المؤسسات، حيث يبدو أن الأبعاد الشخصية تهيمن على السياسة بدلا من المصلحة العامة. في النهاية، تصريحات وهبي تعكس عدم اليقين السائد في الساحة السياسية، مما يستدعي دعوة جميع الأطراف للتركيز على القضايا الحقيقية وترك الانقسام والصراعات الجانبية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.